لتحضير عجينة قطنية وخفيفة وبمكونات بسيطة وسهلة، بدون بيض ولا لبن ولا أي إضافات تانية. تنفع لكل أنواع المعجنات لشهر رمضان المبارك. إن كان البيتزا أو أي معجنات أنتوا بتحبوها، تعالوا نشوف طريقة التحضير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله تكونوا على طول بخير وصحة وعافية دائما. برحب بكم متابعيني على قناة قطايب الشام ويسعد كل أوقاتكم. اليوم رح نحضر العجينة العادية للبيتزا، للفطاير، فطاير الصبانغ، بناء على طلب صبية طلبت مني إني أقدم العجينة وأقدم العيارات والمكونات. تعالوا نشوف المكونات. عندي 6 كاسات ونص طحين، عندي كاسة مي ونص كاسة حليب، وممكن يلزمنا سوائل أكتر. بنشوف هلا وقت اللي نقدم العجينة بنشوف شو بيلزمنا سوائل. أكيد لما بدنا نضيف سوائل بنضيفه بالمعلقة، ما بقى نضيف بالكاسة ولا بقى نضيف بالعيارات الكبيرة. عندي رشة ملح، زيت زيتون نص كاسة شاي تقريبا، عندي كاسة معلقة سكر، عندي ظرف خميرة من هذا النوع، أنا بجيب هذا النوع كتير كتير ممتاز، هذا من الفيلي، ما بعرف إذا بيتواجد بمكان تاني. هاي النوعية إن شاء الله ما بتعذبكم. آخر شي بدنا نحط معلقة الزبدة، معلقة زبدة صغيرة آخر شي، مشان لحتى تصير ملمس العجينة ناعم على الآخر. هاي عجينة البيتزا. عجينة البيتزا كتير كتير طيبة، جربوها على طريقة تيتا، مش أكيد حتعجبكم. هلا أول شي بدي أضيف الحليب والمي. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما قلت لكم كاسة مي ونص كاسة حليب. هلا فيكم تستبدلوا الحليب السائل بالحليب البودرة إذا مو متواجد عندكم. هلا عندي هذا ظرف الخميرة، تقريبا بيطلع معلقة خميرة ومعلقة سكر أساسي للخميرة مع السكر. حركهم منيح ليدوب الخميرة لتدوب منيح. هلا رح ضيف الزيت، مثل ما قلت لكم نص كاسة شاي زيت. هلا رح ضيف الطحين، ما حضيف الكمية كلها، حخليه شوي عشان إذا لزمني آخر العجنة. رح أحركهم هيك أول شي على الخفيف، بعدين بعجن بإيدي. هلا بدي أضيف الملح. الملح اختياري، ممكن أكتر ممكن أقل، وارجع أحركهم. هلا هون بعد ما حركتهم، بعد ما عجنتهم، بدي احط معلقه الزبده اللي قلت لكم عليها لتنعيم العجينه. هي كتير ضروريه، بتلاقوا العجينه كتير ناعمه وخفيفه مثل القطن. كمان رح رد اعجين بهذا الشكل. مثل ما قلت لكم فيكم تستبدلوا الحليب البودره اذا مو متوفر الحليب السائل. هلا هيك بعد ما نعمت عندي العجينه على الاخر، رح حطها زبديه، دهنت الزبديه بزيت حتى ما تلزق العجينه. هلا الملاحظة كتير مهمة، كل ما كانت العجينة طرية بتعطي نتيجة أفضل، وبتطلع معك قطنية وملمسها كتير ناعم. يعني ما تخليها كتير ماسكة وشادة، هيك بتطلع قطنية وخفيفة. هلا هون رح اتركها كمان، ححط لها زيت حتى ما تلزق. بدي اغلفها بالستريتش، نايلون ستريتش، واتركها ترتاح لمدة نص ساعة او اكتر. ما بيأثر لو تركتوه اكتر من نص ساعة، معلش ما بيأثر. هلا هي خلال نص ساعة بتختمر، بس انا بخليها اكتر شوي حتى تاخد مفعول الخميرة على الاخر. شوفوا ما احلاها، شوفوا النتيجة بتجنن، قطنية وخفيفة على الاخر. فيكم تستعملوها للبيتزا، للفطاير بصبانة، اي انواع المعجنات انتم بتحبوها فيكم تستعملوها. هي مثل ما قلت لكم اخترت انا ابسط طريقة واسهل طريقة حتى ما تغلبكم. وهي النتيجة مثل ما شايفين، ما شاء الله عجينة عن جد خفيفة مثل القطن.
بتمنى تنال إعجابكم. إذا عجبتكم لا تنسوني من صالح دعائكم واللايك والشير والاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بأمان الله والسلام عليكم.